بيتك عمره ما يبوظ فجأة، ياما ندهلك وانت اللي طنشت، فرحت بالدهانات والجبسون بورد والبيستاشيو واللاتيه والفانيلا مش فرحت. قبل الصيانة خلينا نتعامل مع إن البيت هو مجموعة بنود أو مواد خام دخلوا مع بعض وكونوا لك المنتج النهائي بتاعك. اي حاجه من دول لها عمر افتراضي وليها سوء استخدام، فمع مرور الوقت انت محتاج تصين الاجزاء بتاعه البيت ديت طبقا لكل بند. اول حاجه، اخبار رطوبه الحوائط ايه؟ في حيطه عندك ناحيه الحمام او المطبخ غالبا كده بتلاقيها من الناحيه التانية نفخت ونزلت لك شويه قشر زي قشر البيض المسلوق، حاجه في منتهى المسلوق فعلا. دي علاجها ايه؟ علاجها عندي ان انا انضف كويس، سيبها تنشف لو لسه بتجيب ميه، واشوف السبب بتاع التسريب بتاع الميه بتاعها ده ايه، وابص على السقيه من الناحيه التانية معزوله تمام، انت عزلت الحمام اصلا ولا لا؟ ما علينا. بالنسبه للحيطه ديت هنديها سيلر ومعجون مقاوم ودهان مط، ماشي؟ ده علاجها يا برنس. ادي خلصنا من مشكله الرطوبه بتاعه الحوائط. خليك فاكر ان بيتك لما انت شطبته وقعدت فيه هو انت كده ما خلصتش، هو كده ابتدى يعيش، ومع المعيشه بيظهر الاحتياجات بتاعته، والاحتياجات دي ابسط حقوق البيت انك تصينه. لو عندك اي استفسار في الصيانه او عايز اي صيانه في بيتك اكتب لي كومنت، ابعت لي رساله، لغيني، انت مش غريب، انت بقيت صاحب مكان. سلام.